السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة خطيرة من الجلاش القديم. لو عندك جلاش بقاله كتير واتبهدل وفيه أجزاء مكسرة كده ومش عارفة تعمليه، هنعمل بيتزا لذيذة جدا وغنية بحشوة طعمة قوي هتعجبكم. مرتفعة كده وكريسبي من بره وطرية وهشة جدا من جوه، بجد روعة وهتفيد كمان أطفالك. ممكن تحطي منها في اللانش بوكس، هتكون مغذية وطعمها حلو جدا. يلا معانا نبدأ بالحشوة. معايا هنا جبنة كريمي وممكن أي نوع جبنة تحبوه، ولو الجبنة ناشفة شوية ممكن نزود 2 من الجبنة النستو أو الجبنة الكيري. شوية لبن كمان هتطري معاكي وتبقى حلوة قوي. هنحتاج كمان فلفل ألوان، ولو حابينها سبايسي ممكن نزود قرن فلفل ونقطعه صغنن خالص. كمان شرايح من الزيتون الأخضر. وعشان نعمل التشريبة هنحتاج نص كوب من اللبن وبيضة واحدة. هبدأ أجهز التشريبة بتاعتي وانزل بالبيضة في سلطانية صغيرة وعليها نص كوباية من اللبن، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر، ونقلب كله بقى كويس. كمان رشة من الفلفل الاسود عشان تشيل اي زفارة للبيض، ونقلب الخليط كويس جدا نتأكد انه اندمج كله مع بعض. وكده جهزت معايا. اكون مجهزة بقى سمنة سايحة كمية كبيرة مش قليلة عشان هنورق الجلاش، وندهن الصينية بتاعتنا كويس بالسمنة. وبلاش نستخدم بايركس، البايركس هيتكسر منكم فبلاش منه ونتجنبه خالص. هنبدأ بقى نرص الجلاش وركزوا معايا. بنحطه على صينية كبيرة او مفرش العجين وممكن الرخامة. اهم حاجة نتأكد انها نظيفة وجافة جدا ما فيهاش ولا نقطة مية، ونغطيه بفوطة نظيفة عشان ما ينشفش مننا واحنا شغالين. الخطوة دي مهمة لضمان نجاح الجلاش. انا عندي قطعة مكسرة اهي، هبدأ بيها واوريكم بالتفصيل هرصهم ازاي في الصينية. اخدت اول قطعة فردتها في صرف الصينية وتنيت الزيادات بالشكل ده، وقدامها على الطرف التاني هحط قطعة زيها برضو ونتني الزيادات بنفس الطريقة. فاضل الجزء الفاضي اللي في النص هحط فيه قطعة عشان نقفلها. وهي اتظبطت معايا، مش لازم خالص تكون الورقة سليمة. هظبطها بايدي كده وندهن شوية من السمنة. هنا كان عندي ورقة كاملة حطيتها، لو مفيش هنرص القطع المتوفرة بنفس الطريقة اللي عملناها ونتني الزيادات. حطيت كمان طبقة ودهنتها، وانا بحب احط السمن كل طبقتين عشان ما تكونش تقيلة قوي، وبرضو هتورق معاكم وتبقى مقرمشة وحلوة جدا. هحط طبقتين وخلوا بالكم، هشوف الاجزاء اللي تنتها في الطبقات اللي تحت واتني في الاجزاء التانية عشان يكون ارتفاعها مستوي. يعني مش جزء عالي وجزء واطي، لا تكون مستوية بالشكل ده كده. هزود كمان طبقتين وندهن سمن بقى ونحط الحشوة. بنزل بالجبنة وافردها. بشوف ناس بتشتكي ان الجبنة ما بتفردش معاها والورق بيتقطع من تحتها. اولا الجبنة لازم تكون كريمي، ولو عادية نظبطها زي ما قلنا في الاول. ثانيا بنحط طبقة كبيرة، يعني نملى المعلقة ونحط ونفرد بظهر المعلقة بالراحة، ما بندوسش، ونوصل للطبقات اللي تحت. يعني مسحة بسيطة عشان الجبنة تعمل طبقة والورق ما يبصش. لكن ما جيش احط حتة جبنة صغيرة وعايزة افردها، طبيعي الورق هيتقطع ويبوظ. هنحط الفلفل الالوان بقى ونطبطب عليه بالراحة كده عشان يبقى نايم كده ومش واقف وبارز من قلب الحشو. زودت رشة من ميكس جبن رومي والشيدر او اي جبن تانية تحبوها، ممكن موتزاريلا بارميزان اللي انتوا تحبوه. شوية زيتون بقى تظبط لي الطعم والحضن. وانزل بباقي الورق بتاعي بنفس الطريقة لحد ما اخلص اللفة كلها. وما ننساش الزيادات عكس بعض، والورق المقطع بنرصه عادي. اخر طبقة بقى او 2 نحاول نظبطهم من الجناب وندخل الزيادات لتحت بحيث تكون متساوية وشكلها حلو. ولو قطعة بس اللي متاحة ما تقلقوش، كده كده هنرش عليها حاجات مش هيبان شكلها. نحاول بس نتني الزيادات لتحت عشان الجوانب تكون مظبوطة بالشكل ده كده. اديها بقى دهنة سمنة صغيرة بتساعدها تاخد وش احمر حلو وتقرمش من بره وتبقى لونها ذهبي وجميل. وعشان نعمل وردة هجيب كوباية واعمل بيها دائرة في النص بالشكل ده، وادوس عليها جامد اتأكد انها نزلت لتحت خالص. هلاقي كده في الطبقات اتنعكشت معايا، اظبطها بالراحة واكمل تقطيعها عشان تبقى سهلة في التقطيع لما تخرج من الفرن. بحب اعملها الشكل ده او اي شكل تاني غير تقليدي عشان العين بتاكل الاول طبعا، فعايزين شكلها كده يبقى حلو على السفرة. اهم حاجة بس مهم نحافظ على ادواتنا واحنا شغالين. فلو الصينية تيفال زي دي او سيراميك ما ننزلش بالسكينة للاخر عشان ما تتجرحش مننا. لازم ناخد بالنا جدا من النقطة دي. وده شكلها. هحط عليها بقى من الفلفل والزيتون وادخلها الفرن رف اوسط على درجة حرارة 200 لمدة 5 دقايق يا دوب تبدأ تحمر، واطلعها اشربها التشريبة بتاعتنا. وعشان كده قلتلكم ما ينفعش بايركس عشان التشريبة طبعا باردة، والبايركس هيخرج سخن مولع من الفرن فللأسف هيطق.
خدوا بالكم من النقطة دي كمان. ولو مش متوفر غيرها يبقى هتشربوها الاول قبل ما تدخل الفرن. البيتزا هنا طلعت معانا واخده وش احمر بطبقات كريسبي من بره، ولكن هي طريه وهشه جدا من جوه. وعشان انا مستخدمه صينيه تيفال فنقلتها في طبق التقديم عشان اقطعها وما تتجرحش مني برضو. مش قادره اقول لكم بقى على طعمتها وجمالها وريحتها، مجرد بس بعيد كده على تقطيعها. شايفين مرتفعه ازاي؟ والحشو غنيه جدا. ممكن تضيفوا بسطرمه او سوسيس او اي حشو تاني تحبوه. طالعه طريه وهشه خالص من بره ومقرمشه ولذيذه قوي. تعالوا بقى نسمع صوت القرمشه كده، انا سجلته لكم المره دي عشان تسمعوه بنفسكم. خطيرة بجد، وهتشرفك جدا كمان في اي عزومة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لناس كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام يا حلوين.